السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامج لعيب مع أحمد الغريب. حلقتنا النهاردة برعاية أفريكا ستور كفر الشيخ. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش السبسكرايب واللايك، ويلا بينا نبدأ يا لعيب. ماذا ترفضينني يا كاس الذهب؟ ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ أنا الذي فعلت كل شيء، أنا الذي صنعت كل شيء، أنا الذي فزت كل شيء، أنا الكرة اللي تضحك لي، أنا الكرة اللي ضحكتها، أنا الكرة اللي حطيتها، أنا الكرة اللي أمرتها. أنت لماذا ضدي يا كرة المونديال؟ لماذا أنت ضدي يا كرة المونديال؟ مونديال من بعد مونديال، دورة من بعد دورة، كاس من بعد كاس. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن تاريخ مشاركات الدول العربية المشاركة في كأس العالم ده، وشفنا تونس والسعودية والمغرب معاهم 6 مشاركات في كأس العالم، وكمان تشوف النتائج الحالية بتاعتهم دلوقتي في كأس العالم ده وتحزن وتزعل على منتخب بلد. الأجواء والجماهير اللي في كأس العالم وكل يوم نشجع منتخب جديد حالنا بقى يصعب على الكافر الصراحة. أنا مصر وبشجعك، ربنا معاك. أنا مصر وبشجعك، ربنا معاك. الموضوع استفزني الصراحه، وقلت اجيب من الاول بقى، احنا ما بنصعدش كاس عالم ليه؟ ازاي منتخب كبير زي منتخب مصر يصعد كاس عالم 3 مرات بس؟ نبدا باول كاس عالم في التاريخ سنه 1930 كان بيتلعب في الاورجواي. وقتها ما كانش فيه منتخبات كتير بتلعب كوره، وكان اول كاس عالم يتعمل بنظام الدعوات. وقتها الفيفا طلعوا ناس محترمين وبعتوا لنا دعوه للمشاركه في كاس العالم، ولكن الاتحاد المصري لكره القدم رفض الدعوه بكل تناكه. مين ده؟ مين هذا النكر؟ ما كانتش تناكه قوي الصراحه، لان الموضوع كان مكلف للسفر الى الاورجواي من غير طيران. نيجي بقى لكاس العالم 34 اللي كان في ايطاليا. وقتها كان في منتخبات بتشارك من قارات مختلفه في التصفيات. كان معانا في المجموعه تركيا وفلسطين. تركيا الحمد لله انسحبت من التصفيات، وقابلنا فلسطين في التصفيات. الذهاب كان في مصر كسبنا 7-1، والاياب كان في فلسطين كسبناهم 4-1. احنا جامدين قوي. ورحنا لعبنا في كاس العالم وبدأنا من دور ال16 وقابلنا المجر وخسرنا 4-2، وسجل الهدفين عبد الرحمن فوزي. من 38 ل 78 كان طبيعي جدا ما تصعدش كاس عالم بسبب نظام التصفيات اللي كنا بننسحب من معظمها، وكمان الحروب والمشاكل اللي دخلتها مصر في الوقت ده. من 78 بقى مصر كانت خلصت حروبها، والتصفيات بقت بالنظام الحالي اللي هو اخواتنا الافارقه مع بعضينا وبنتنافس على الصعود لكاس العالم. فمش من الطبيعي ابدا انك من 78 لحد النهارده تاخد 5 افريقيا وتصعد كاس عالم مرتين بس. ودول زي تونس والمغرب في تاريخها كله تاخد افريقيا مره واحده بس، وتصعد كاس عالم 6 مرات. كان في عوامل كتير هي السبب في الموضوع ده، اولها ان منتخب مصر طول الفتره دي كان بيعتمد على لعيبه محليه في الدوري المصري، ومعظم اللعيبه دي بيلعبوا في الاهلي والزمالك، اعظم ناديين في القاره واللي مسيطرين على بطولاتها على مدار التاريخ. فطبيعي اللاعب المصري اللي مسيطر على بطولات افريقيا مع النادي يكون متعود على اجواء افريقيا ويكسب بطوله افريقيا، ده الطبيعي بتاعه. اما نفس اللاعب المحلي بقى اللي متعود في بطولات افريقيا يلاعب اشانتي كوتوكو واسك ابيجان، لما تقول له يلا نلعب تصفيات كاس عالم اللي فيها رونالدو وزيدان ومارادونا، يقول لك لا يا حبيبي انا مش بتاع الكلام ده. تيجي بقى لبقيه كبار القاره المنافسين بتوعك تلاقي لاعيبتهم معظمهم محترفين في اوروبا من زمان. فلو جيت مثلا اقول لك كده على سبيل المثال، منتخب الجزائر في القرن الماضي بس اللعيبه المتوجه ببطوله الدوري العام في اوروبا بس هم مين؟ احمد فيروز وعبد العزيز بن طيفور، لقبين دوري فرنسي مع نادي نيس. رشيد مخلوفي مع نادي سانت تيان 4 القاب دوري فرنسي. محمد معوش مع نادي ريمسي لقب دوري فرنسي. عبد الله ليوجون لقبين دوري فرنسي مع نادي موناكو. ده غير عبد الحفيظ تصفوت وعلي بن عربيه وموسى بن صايب اللي فازوا كمان بالقاب دوري فرنسي. ده غير بقى اشهر لاعب في تاريخ الجزائر رابح مجر اللي فاز ب3 القاب دوري برتغالي مع نادي بورتو. شفت النطه؟ يا شفت النطه؟
يا واد يدي. فاللعيبه دي معتادين على اللعب في اوروبا والفوز بالقاب كمان مع الاوروبيين، فبالنسبه لهم كاس العالم بطوله كبيره، لكن اجواءهم معتادين عليه. لكن مش دي المشكله الاكبر، المشكله الاكبر ان كان عندك مشكله في الفوز خارج الارض قصاد كل كبار افريقيا. وركز بقى معايا في حوار كبار القاره ده، لانك عندك 7 منتخبات بينافسوك على مدار التاريخ، 3 منتخبات عرب وهم تونس والمغرب والجزائر، و4 منتخبات افريقيه غانا ونيجيريا والكوديفوار والكاميرون. ما قدرتش تكسب ولا منتخب فيهم على مدار تاريخك في تصفيات كاس العالم. كنت دايما لازم يا تخسر يا تتعادل، والموضوع كمان ما كانش متوقف على الفرق الكبيره، ده كان في فرق صغيره كنت بتخسر منها بره ارضك وبتضيع نقط كتير تأثر عليك في مشوار التصفيات. تصفيات كاس العالم 90 قابلنا الجزائر هناك، اتعادلنا معاهم 0-0 وهنا كسبناهم 1-0 بجون حسام حسن وصعدنا كاس العالم الحمد لله. والله وعملوها الرجاله ورفعوا راس مصر بلدنا ووقفوا وقفة رجاله، مبروك لمصر ولولادنا. صعدنا كاس عالم يا جدعان، الغي بقى دوري 89 ده وهو في الجوله ال 14، وبطوله افريقيا سنه 90 دي ما تلزمنيش، مش مشارك فيه، وهعمل معسكر مغلق لحد كاس العالم. والناس قالت لك بس هنعمل نتائج جيده في كاس العالم ده وهنصعد كل كاس عالم والعقده اتحلت خلاص. واكتشفنا بعد كده ان الخطه والمعسكر المغلق اللي لغينا كل حاجه عشانه كان كل الحوار انك تباصل شوبير شوبير يمسك، تباصل شوبير شوبير يمسك. مش محتاجة حاجة يعني. دخلنا كاس العالم واول مباراه نخسر من انجلترا 1-0 وتاني مباراه نتعادل مع ايرلندا 0-0 بعد ما كرهناهم في الكوره. والمدرب بتاعهم طلع بتصريح بعد الماتش وقال لك لو اتيحت لي الفرصه العب قدام منتخب مصر تاني سانسحب، لقد كرهت كره القدم. وتعادلنا 1-1 مع هولندا بضربه الجزاء بتاعه مجدي عبد الغني اللي اتذلينا عليها 28 سنه. والصحافه العالميه طلعت قالت الفراعنه جاءوا لتحنيط كره القدم. فبعد ما كنا فاكرين ان كاس العالم 90 هو اللي هيحل لنا العقده، فبالاحداث دي العقده كبرت وصعبناها على نفسنا اكتر واكتر، فبقت الضغوط اكبر على منتخب مصر، وبقت اللعيبه بتاعتنا بتضيع فرص غريبه وبتعمل حاجات غريبه في التصفيات، زي مثلا فرصه مجدي طلبه في 94 قدام زيمبابوي، فرصه طارق السعيد قدام المغرب في 2002 في استاد القاهره، وفرصه محمد عماره الغريبه في الجزائر قدام الجزائر 2002. ونخرج كل مره في سيناريو اغرب لحد ما جه جيل كابتن حسن شحاته، قلنا بس هم دول اللي هيحلوا العقده. جيل تاريخي وكنا واثقين فيهم، وكانوا واخدين بطوله 2006 و2008 وداخلين تصفيات كاس عالم 2010. الامل كانت كبيره عليهم، لكن تاني يبداوا التصفيات وحش ويتعادلوا مع زامبيا 1-1 في مصر، ونروح نخسر من الجزائر 3-1 في الجزائر، لحد ما يجي كاس العالم للقارات 2009، كاس عالم صغير كده وجا على غفله ما كناش عاملين حسابه. فجاه لقينا نفسنا بنلعب البرازيل في اول ماتش ومتعادلين 3-3 وعاملين مباراه تاريخيه، لحد ما يجي حبيبي ومثل الاعلى كابتن احمد المحمدي اللي عامل رقم التيشيرت بتاعي على رقمه يتسبب في ضربه جزاء ويطرد، ويخش كاكا يسجل ضربه الجزاء ونخسر المباراه 4-3. بعدها نقابل ايطاليا ونكسبهم 1-0 بجون محمد حمدي. بعد كده قلنا كفايه كده بقى، صعبوا علينا نخسر من امريكا 3-0 وساموا عليكم الروح. كفايه بقى هو ايه اللي كفايه بيلا في ايه؟ ونرجع التصفيات على امل اننا نصعد كاس العالم بعد ما فكره كاس العالم اللي في دماغنا اتشالت وحسينا ان الموضوع عادي، ونكسب ماتشاتنا كلها بره وجوه لحد ما نوصل لماتش الجزائر الاخير في مصر ونكسب 2-0 وعلى بعد جون، وبركات يضيع الفرصه دي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. واضطرينا نلعب مباراة فاصلة في ام درمان في السودان، وبعتنا جمهور قليل للأسف وكان معظمهم فنانين، ومع الشغب اللي حصل من الجمهور الجزائري وتعود الجزائر على الأحداث دي كسبتنا الجزائر 1-0 واتبخر الحلو. ويجي تصريح أبو تريكة ده بعد فترة طويلة من الماتش يعرفك قد إيه الماتش ده كان مؤلم لينا. أنا بحاول أسقط الماتشين دول من ذاكرتي، مش عارف. ماتش الجزائر هنا وماتش الجزائر اللي في السودان، لأن دول أسوأ ماتشين لعبتهم، أسوأ ماتشين لعبتهم في التاريخ الكروي. فبالنسبة لي الماتشين دول أنا بحاول أوقعهم من الذاكرة، مش عارف، لأنهم بيمثلوا لي حاجة كنت أتمناها وكنت عاوز تتحقق لمنتخب مصر وما حصلش. وبعد كده سبحان الله نقابل الجزائر في افريقيا 2010 ونكسبهم 4-0 مع الرابط، وحبيبي كابتن احمد المحمدي يعمل الجولدات التاريخيه بتاعته اللي ما فوتش حجز كوره لما عملها. وبعدها نقابل غانا في النهائي ونكسبهم 1-0 ونفوز ببطوله افريقيا 2010 للمره الثالثه على التوالي. وبعدها تيجي ثوره يناير 2011 واحداث بورسعيد 2012 وثوره 30 يونيو 2013، ويلعب منتخب مصر تصفيات كاس العالم 2014 بدون دوري ويتصدر مجموعته بالعلامه الكامله. وبعدها يقابل غانا في المباراه الفاصله وينهار ويخسر
ويخسر 6-1 وينتهي جيل تاريخي للكرة المصرية، وبعدها يظهر جيل تاني من اللعيبة اللي ظهرت في ظروف سيئة. ومفيش كرة في مصر فلازم يحترفوا، مش يحترفوا ويرجعوا مثلا عشان الجو برد في اوروبا او بيناموا هناك بدري، لا لازم يحترفوا وينجحوا كمان، ويظهر لك جيل فيه كام لعيب محترف جامدين زي صلاح وحجازي، ولاعيبه بعقليه اوروبيه زي النني وكوك، ولاعيبه محليه كويسه. الظروف في مصر قللت من امكانياتهم كتير، قدروا بمدرب عرف امكانياتهم كويس اسمه كوبر انهم يوصلوا نهائي افريقيا 2017 ويوصلوا كاس العالم 2018. ومع قله امكانيات اللعيبه دي وقله خبراتهم في كاس العالم قدمنا نتائج سيئه وخرجنا من البطوله دي. انت عارف لو جيت هنا تاني يا ابن الصرمه، يا ابن الصرمه دي قديمه قوي. قول يا ابن الشوز، يا ابن السابوه. والنبي اعمل حاج معلش، في فرده الكاوتش الشمال ممكن اجيبها؟ لو راجل خش هات. ده لو بقى. باي باي. غور. وبعدها أقلنا كوبر وفضلنا في دوامة من المدربين لحد ما تعاقدنا مع كارلوس كيروش، ويقدر يكون منتخب قوي ويوصل بيه لنهائي افريقيا ويوصل بيه للمرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم ويخسر الماتشين بضربات الجزاء قدام السنغال. حظنا كان سيء وللأسف ما قدرناش نتفرج على منتخب مصر الثاني في كأس العالم. في النهاية كل اللي نقدر نقوله ان انت عندك جيل قوي تقدر تبني عليه للسنين اللي جاية والكؤوس العالم اللي جاي. عندك لاعب من اهم نجوم العالم اسمه محمد صلاح، وعندك لعيبة محترفة زي النني وتريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد، وبدأ يظهر لك لعيبة محلية كويسة، بس لازم تنظم لهم الدوري والمسابقة عشان الإجهاد والإصابات، وتزود عدد الجماهير في المدرجات، وتزود عدد اللعيبة المحترفين في الدوري المصري، فاللاعب المصري يحارب ويزود من مستواه عشان يقدر يجاري اللعيبة دي، وتهتم بملف اللعيبة المزدوج الجنسية والمحترفين الشباب. عندك لعيبة زي بلال مظهر هداف دوري أبطال أوروبا للشباب، لعيبة تانية زي محمد طلبة وآدم طلبة لاعيبة منتخب ألمانيا للشباب ولاعيبة نادي بوخم الألماني، ومهتم بالملف ده صحفي محترم اسمه وسيم أحمد ومحدش عاطيله أي اهتمام. لو اتحاد الكرة اهتم بالتفاصيل دي إن شاء الله مصر ترجع للسيطرة على افريقيا تاني وتقدر توصل لكاس العالم بسهولة. واهم من ده كله بقى تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. سلام يا لعيبة.